السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى كل الأمة الإسلامية أجمعين يا رب العالمين. ربنا يا رب يجعله دايما شهر الخير والبركة، ويملأ بيوتنا بالخير والبركة يا رب والرزق. ربنا يشفي كل مريض ويرد كل غايب يا رب لأهله، ويفرح كل أم بولادها. يرزق كل أب يا رب البيت ولولاده، ويفرح كل الناس يا رب. ينصر أهل فلسطين ويرحم شهدائهم يا رب العالمين. النهاردة كده كان ده فطار تالت يوم من أيام رمضان، بس الفيديو على ما ينزل لكم ممكن ينزل متأخر عن تالت يوم، لأن أنا هقعد لسه أعمل له مونتاج وكان ورايا حاجات كتير. أول يوم فطرت عند أخت جوزي كانت عزماني، وتاني يوم كان عند والدتي. فيا ريت الناس كلها تعزمني والله يا جماعة الشهر كله، وارتاح من الطبيخ وعمايل الأكل. النهاردة كان الأكل سهل جدا وأكل يعني يعتبر مصري أصيل. عملنا لوبيا كده وسبانخ، والفرخة سلقناها وبعد كده دخلناها الفرن، ورز بالشعرية. يلا بينا نشوف مع بعض تفاصيل الفيديو. انا هنا معايا الفرخية، انا كنت مكتفة رجليها، كنت ناوية اعمل لها حاجة تانية بس رجعت في كلامي ومرضتش ان انا اعملها. انا كنت ناوية ان انا احشيها، فشلت منها بقى كده الخلة وهسلقها عادي علشان انا محتاجة الشوربة بتاعتها اطبخ عليها. نزلت بقى بالفرخية بتاعتي، وعلشان تساعدك على خروج الريم انزلي كده. بيبقى معايا البصلاية باخد نصها بنزل بيه كده، ده بيساعد على خروج الريم. دي حاجة انا اتعلمتها من والدتي، لما ننزل كده بنص البصلاية سليم بتساعدك على خروج الريم بسرعة. والنص التاني بدعكه بملح وفلفل اسود وحبهان ورق لورا ومكعب من المرق، بدعكهم بقى كده في بعض كويس. وبعد ما بشيل الريم كله واخرجه بنزل بقى ايه بالبصلاية بالتوابل كده. انا مش بحط اي حاجه، لا جزر ولا طماطم، بحب الشوربه بتاعتي كده وبتطلع معايا زي العسل بصراحه. وتعودنا عليها كده من ايد ماما. ست الحبايب، ربنا يخليكي يا امي، كل سنه وانت طيبه يا ماما، ودايما في حياتنا يا رب يا حبيبتي، ودايما تعلمينا كل حاجه حلوه. هنا بقى خلاص شلت بقى ايه الريم، وهسيب الفرخه بقى بتاعتي تتسلق. اي ريم هيخرج قدامك شيليه ما تخلوهوش، لان الريم ده بيزفر الشوربه بيخليها مش حلوه. بس كده زي ما انتوا شايفين الشوربة بتاعتنا خلاص، الفرخة اتسلقت، وزي ما انتوا شايفين الشوربة صافية وجميلة. وانا هنا بوريكم بصوا الشوربة صافية وجميلة. بس بقى خلاص كده هنروح نشوف احنا هنعمل ايه تاني. معايا السبانخ، والسبانخ علشان تبقى مستفادة بكل الفوائد اللي فيها تغسليها ورقيات ما تخرطوهاش، تغسليها ورق ما تخرطوهاش. وكنت جايبة فاصوليا خضراء نقعاها برضو هغسلها عشان اخرطها واشيلها في الفريزر اعملها في اي يوم تاني. هنا انا غاسله الكزبره وغاسله السبانخ، وتغسليها زي ما قلت لك ورقيات. تمام. نخرطها بقى بعد كده المرحله التانية تخرطيها، لكن اوعي تخرطيها وبعدين تغسليها. هخرطها بقى كده على بلانشة او على ايديا زي ما انا بقى ايه يعني هحب. انا خرطتها هنا على البلانشة، وتخريطها بيكون عادي كده الحجم اللي انت حباه، لان السبانخ من الحاجات اللي بتكش. طبعا انا بعمل التحضيرات دي، طبعا التحضير بتاع الاكل ده كان قبلها بيوم. الفرخة دي انا سلقتها في اليوم اللي هو كان المفروض ان انا هنفطر فيه، لكن التحضير ده كان تحضير قبلها بيوم، علشان انا بحب ادخل المطبخ على العصرية كده محضرة كل حاجتي، اعمل بسرعة الساعتين اللي فاضلين. ما بحبش ادخل المطبخ من بدري بقى واقعد اتلخم. فسبتها كده على كيسين حفظ وسبتها بقى تنشف كده، وقبل صلاة الفجر دخلتها التلاجة. وبرضو كنت غاسله الكزبره ووريتها لكم كده في الكيس. هنا بقى تاني يوم صحيت من النوم بدخل بقى المطبخ براحتي، ليه بقى عامله كل حاجه انا عايزاها. مخرطه السبانخ بتاعتي واللوبيا كمان، منقياها ونقعاها والدنيا سهله معايا. دي نصيحة لكل حد صايم يعني. نزلت بقى كده ببصلاية على حتة كده من الزبدة او معلقة كده كبيرة من السمنة ومعلقتين زيت، وبنزل بالبصلاية، بصلاية كده حلوة كبيرة. وبعد كده بنزل بالسبانخ. السبانخ زي ما انتوا شايفين بصوا بقى، هتلاقيها كده يعني كتير في الحلة بتهيألك، لان هي بعد كده هتكش خالص، وهتشوفي ان هي هتضم في الحلة وحجمها هيقل يعني، لان الورقيات كلها عموما بتقل حجمها. نزلت بقى بالسبانخ كده وهشوحها على البصلايه. يبقى البصلايه اول ما تصفر انزل بالسبانخ عليها. السبانخ والفاصوليا الخضراء بنشوحهم على البصلايه. ويبقى معايا بقى الطماطم بتاعتي، انا ببقى يعني مقطعاها كده انصص ومسبكاها على النار، ضربها بالهاند بلندر، وبعد كده بصفيها وبحطها في التلاجة عندي بتبقى جاهزه. الزياده بشيله في الفريزر بجمده، لكن اللي هطبخ بيه تاني يوم بسيبه على رف التلاجة علشان هطبخ بيه تاني يوم.
حطيت بقى المقدار الكافي من الطماطم اللي هي صلصة الطماطم اللي انا عاملاها، وحطيت مغرفتين 3 من الشوربة. وده حمص طبيخ يا جماعة، وبيبقى حلو قوي مع السبانخ، جربوه. الناس اللي ما جربتوش مع السبانخ جربوه، حلو قوي قوي. هنزل بقى بالحمص والسبانخ كده يستووا مع بعض، ولما يبتدوا يخشوا في التسوية هضيف لهم حوالي معلقة كبيرة من الرز او معلقة ونص كده من الرز. بصوا، معلقة كده، معلقة ونص بالكتير قوي من الرز. وهنا معايا الكزبرة والثوم، هضربهم مع بعض في الكبة او تدقيهم في الهون. اول بقى ما السبانخ كده بدأت ان هي تتسبك، هنزل بالمعلقة والنص كده دي اللي انا غسلها من الرز. ليه؟ لان الرز بيخليه يلف يا جماعة ويتخن، يعني تخلي السبانخ بتاعتك كده تتخن كده وتبقى حلوة. لكن في ناس بتحب تحط فريك، فبراحتكم خالص. انا عن نفسي بعملها على طريقة امي، ست الحبايب اللي معلماني كل حاجة حلوة في الدنيا، هي ماما حبيبتي. فاي اكل ماما بتعمله انا ما بحبش ان انا اجادل فيه، بعمله بطريقه ماما، فبيطلع بصراحه معايا تحفه. حطيت بقى كده معلقه صغيره من السمنه، ونزلت عليها بالكزبره والثوم، وهحمرهم بقى كده لحد ما ايه، يعني لونهم يبقى كده، هتشوفوه معايا لغايه ما لونهم كده يبقى متوسط، ما نغمقش الكزبره عشان ما تتحرقش معانا هي والثومه. حمر بقى الكزبره، ودي الطشه الاخيره، وبتبقى بجد بقى جايبه من تاني حاره. اول ما لونها كده يوصل للون ده، هنزل عليها على السبانخ. هنزل بيها على السبانخ بس كده، اللون ده كده، وهنزل بقى على السبانخ بيها واخليها تاخد غلوة مع السبانخ. شفتوا بقى السبانخ سهلة ازاي، ما فيهاش اي حاجة. بنشوح السبانخ على البصلاية، وبعد كده ننزل بالطماطم والشوربة عليها، وبعد كده نقوم حاطين لها رشة الحمص ورشة الرز، وبس كده خلاص عملنا احلى سبانخ. اللوبيا بقى يا جماعة نقعها كنت من بالليل، وخدتها بقى كده غلوة على النار برشة كمون ورشة سكر، علشان ما تعملش اي انتفاخ للامعاء، وفي ناس بتتعب منها. رشة السكر ورشة الكمون بترفع اي حاجة في اللوبيا، بتخليها ان هي يعني ما تنفخلكيش الامعاء وكده، للناس اللي هم بيتعبوا من القولون. حطيت بقى قطعة زبدة على حتة كده سمنة صغيرة، ونزلت عليها ببصلاية حلوة كده، عايزاها تصفر، مش عايزة البصلاية دي تغمق معايا. بصل الطبيخ يا جماعة ما تغمقوش علشان ما يتعبش المعدة. وهنزل برضو بالطماطم اللي انا مسبكاها، ودي بجد بتبقى حاجات تحضريها قبلها بيوم طالما انت صايمه في شهر رمضان علشان تخلصي حاجتك. انا عموما في الايام العاديه بعمل كده، بضرب الطماطم واشيلها في التلاجة، انضف الخضار بتاعي عشان ما اتعبش وابقى واقفه كله يبقى على دماغي، وابقى في الاخر اتعب وابقى مجهده. فاعملوا التحضيرات دي بتريحكم جدا. نزلت بقى كده اول ما الطماطم اتسبكت ب3 مغارف كده حلوين من الشوربه، او 4 مغارف من الشوربه، ونزلت باللوبيا بعد ما غسلتها لما خدتها الغلوه. طبعا غسلتها تحت ميه ساقعه على طول علشان ما تشيلش القشره بتاعتها. اول ما تغليها غلوه على النار اغسليها تحت ميه ساقعه على طول عشان ما تطلعش القشره بتاعتها. هسيبها بقى تتسبك، ومش هحط لها اي اضافات غير ملح وفلفل اسود بس، ملح وفلفل اسود بس. هنا بقى الرز بالشعريه، وهحمر بقى الشعريه كده، واول ما توصل للون الذهبي الحلو، انا مسرعه الفيديو، هنزل كده برشه، هنزل بالرز ورشه الملح، واقلبهم كده مع بعض، وبعد كده اضيف لهم الميه. الرز طبعا سهل جدا ما فيهوش اي حاجه. وهحط بقى عقد الميه كده، وظبطت الملح بتاعي، المعلقه طالما عموديه في النص كده بيبقى الميه بتاعتك مظبوطه. وعملنا احلى فطار خضار كده، يعني حاجات كده تدفيكي في البرد ده، لان طبعا رمضان جاي في شتاء زي ما انتم شايفين. بس بصراحه الجو لطيف وحلو قوي. احلى حاجه ان هو احنا مش بنعطش خالص. ربنا يا رب يقدرنا كده على الصيام. وعملنا احلى طبق سبانخ مغذي وحلو جدا. طبعا كان فيه مخللات والله يا جماعه، بس ولادي اخدوا اطباق الرز كلها ودوها على الترابيزه. ابني خد الرز وداه على الترابيزه هناك، وخد المخللات وكده، وانا صورت لكم السبانخ واللوبيا والفرخه. طبعا أنا ما عملتش فيها حاجه، انا كل اللي انا عملته ان انا سلقتها وحطيت لها كده صوص باربيكيو على الوش، ودخلتها تحت الشوايه. بس ده كل اللي انا عملته فيها، ما عملتش فيها اي حاجه. صوص الباربيكيو طلعها لي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كل سنه وانتم طيبين، ورمضان دايما بيجمعنا، يجمع كل الاهالي كده مع بعض وكل الحبايب، ويرد كل غايب يا رب العالمين. وكل سنه وانتم طيبين، وبشكركم. وما تنسوش تعملوا لي بقى لايك وشير وسبسكرايب. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.